المجتمع اللي ما بيسمع موسيقى هو مجتمع لا يمكن أنه ينجح. الاستماع إلى الغناء هي مرحلة غرائزية، والاستماع إلى الموسيقى هي مرحلة فكرية سامية جدا. وليد غلمي اشتهر بأسلوبه المميز في التأليف الموسيقي، واستطاع أن يجمع ما بين الفن السيمفوني والفولكلور اللبناني، فتميز بتأليف مقطوعات صغيرة لا تتعدى مدة الواحدة 4 دقائق. طفولتي هي بجديدة مرجعيون، ولدت في جديدة مرجعيون، ترعرعت في جديدة مرجعيون، وجزء من مراهقتي كانت في جديدة مرجعيون. دايما أنا بقولها وبكررها لأنه اللي إله فضل علي، عم بحكي عن نفسي، اللي إله فضل علي بحب دايما أذكره بشيء من الإسهاب ومن الشرح. جديدة مرجعيون بلدة جنوبية، بلدة نقية شاسعة مثقفة متعلمة واعية حميمة ودافئة ومنفتحة على الجهات الأربع، وبالتالي منفتحة على العالم. يطل أمامها كمار جبار جبل حرمون اللي نحن نسميه جبل الشيخ. نسميه جبل الشيخ لأنه بضل عليه ثلج، فالشيبة اللون الأبيض مثل لأهل مرجعيون الحكمة التي يجللها الشعر الأبيض. في سهل مرجعيون، في مرج مرجعيون، في الحمام، في البوليفار، عم سمي هالاشياء. في شغلة كتير مهمة بجديدة مرجعيون، انه جديدة مرجعيون ما فيها زواريب، هي واسعة، طرقاتها واسعة، لانه عقلية الناس في جديدة مرجعيون واسعة ورحبة، بتساع، بتاخد كتير وبتعطي كتير. وليد غلمي ابن مرجعيون هو أول من كتب السيمفونية الموسيقية وأدخلها في برنامج تعليم الموسيقى العربية، وأول من أعطى الموسيقى العربية السيمفونية بعدها الإنساني، فكتب 5 سيمفونيات تحدثت عن محطات تاريخية كالقادسية والشهيد وسواهما. كما ترأس المعهد الوطني للموسيقى في لبنان سنوات متتالية من العام 91 حتى العام 2011. العنف لا 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 لا، الفقر لا 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 لا، الظلم لا لا لا، الذل لا لا لا، العنف لا 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 لا، الفقر لا 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 لا، الظلم لا لا لا، الذل لا لا لا. نحن نساء الحق والحق بهاء وعلا، نحن نساء الحق والحق بهاء وعلا. حق الرجولة حقنا، دم الطفولة همنا، مجد البلاد مجدنا، حرية هتفت بنا، لا غاصب يبقى هنا، لا غاصب يبقى هنا، لا غاصب يبقى هنا. عم نسمع نص شعري للدكتورة نور سلمان، لحنته أنا وغنته هبة القواس، وكانت الفكرة هي مساهمة لبنانية
للأطفال، الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف، بيتعرضوا للتشريد، بيتعرضوا للجوع، بيتعرضوا للمرض. قائد الأوركسترا الوطنية وليد غلمي ترك مقطوعات موسيقية خالدة، مناديل ونسر حب وأغاني راسخة في الذاكرة اللبنانية والعربية. رجعنا وقلعة كبيرة وقالوا انطوى، قول الحلوة ووينك يا خيال، ويسلم لنا لبنان. يسلم لنا لبنان. الشاعر لا ينسى الابن. هذه انعملت لمهرجانات بعلبك سنة 1963، كان عنوانه الشلال. وكل ما بسمع هالغنية بتذكر حادثة. هذه الغنية بالأساس بحسب السيناريو هي مفروض يغنيها جوزيف عزار وقتها، اللي كان واحد من العناصر لمهرجان الشلال. ووقت اللي سمعت هالغنية صباح بالبروفا مع الكورس قال لا، هالغنية أنا بدي إياها. فطبعا صار في شوية توتر وشوية حوار وأخذ ورد، إلى أنه بالنهاية استطاعت أنه صباح غيرنا بهيك بقع بالسيناريو لتتلاقى مع، لأنه انتقلت من الرجل الفتاة، فكانت انه غنية تسلم لنا لبنان غنتها صباح بعد هالتوتر اللي صار بالنسبة لتنفيذ مهرجانات بعلبك سنة 1963. يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان لصحوة روابينا. يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان لصحوة روابينا. مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا، مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا، لبناننا الغالي عم حبيت ربينا، عم حبيت ربينا. يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان لصحوة روابينا. يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان لصحوة روابينا. اتحد اسمه باسم صباح، فكانت دخلك لا تعلقني فيك وزقفي زقفي يا شباب. ومن المقطوعات الموسيقية التي ألفها خريفية، حيث يجتمع التراث والجبل اللبناني في آلات موسيقية متناغمة. وليد غلمي أوصى قبيل رحيله بأن يعود كامل أرشيفه إلى الجامعة الأمريكية، ويتضمن أكثر من 300 عمل موسيقي. حياتي يا شغل. الحياة هي مرجل بيغلي، لأنه الإنسان يملك حاسة كل الحواس، وفي حواس هو يمارسها وبيعرفهاش إنه هي فيها. اليوم بيسموها حاسة سادسة وحاسة سابعة، هي كله موجود. وتطور الإنسان هو تطور إلى الغد، فإذا اشتغل اليوم بيكون هو عم يدخل بالغد. ولذلك إيماني وقناعتي إنه أنا بشتغل اليوم على طول لكون في الغد، والغد هو اليوم. بقدر ما بشتغل اليوم بقدر ما أنا أنتمي إلى الغد. فأنا والغد بالنسبة إلي قناعة. أنا والغد موجودين اليوم. أنا والغد
هي عاطفتي، هي حواسي. أنا والغد هي تفكيري، أنا والغد هي إنجازي، أنا والغد إذا بقدر بكتب شي جديد، بقدر ساهم شي جديد، أنا والغد إذا بصادق شي جديد، أنا والغد هو كل الناس، هو بيتي ووطني وبلدي والعالم كله والإنسانية كلياتها. هي الغد. الغد هو الكون. وهون يعني في كتير من الآراء ممكن روح بمعنى صوفي، بهالمعنى ممكن روح بمعنى كوني، ممكن روح بمعنى فلسفي. يقول بيت من الشعر: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنا والغد هو فعلا هذا الإنسان اللي فيه عالم. لازم الإنسان يستكشف نفسه، إذا بيستكشف نفسه بيستكشف العالم ويستكشف الغد. فأنا والغد أصدقاء ودايما نحاسب بعضنا، وبالتالي الغد بحاسبني، أنا ما بحاسبه، هو بحاسبني على قد ما بشتغل اليوم، لأنه شغلي اليوم هو الغد.